من الأمور اللي ميسرة في الإسلام أن عندنا بعض الحالات في الطهارة اللي كيتخفف فيها الحكم ونوليو مقتصرين فيها فقط على المسح. ومنها أولا المسح على الخفين. فالإنسان إلا مشى كيتوضا وكان لابس الخف، فهنا ماشي مشكل يمسح عليهم، يعني بلا ما يزولهم باش يغسل رجليه يمسح عليهم مباشرة، ولكن بشرط يكون لبسهم وهو موضي لمدة يوم وليلة بالنسبة للمقيم واللي هو 24 ساعة، أو 3 أيام بلياليهن للمسافر واللي هو 72 ساعة. والصحيح أن هذا الخف هذا يمكن يمسح عليهم واخا يكونوا من الصوف ولا يكون من القطن ولا من الكتان، يعني ماشي بالضروري يكون من الجلد كما اشترطوا بعض العلماء. الدليل أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وبدليل أن أنس رضي الله عنه ملي توضأ مسح على الجوربين فقيل له: أتمسح عليهما؟ فقال: إنهما خفان ولكنهما من صوف. وهذا المسح هذا كيكون غير في الطهارة الصغرى، يعني عند الوضوء. أما عند الاغتسال فواجب أنه يزولهم باش يغسل البدن ديالو كله بما فيهم رجليه.